وزي ما اتكلمنا عن النوم وتأثيره على حالتنا النفسية، النهاردة هنتكلم عن خطوات بسيطة هتساعدنا إن احنا ننام بشكل أفضل. أول حاجة إن احنا نحط ميعاد ثابت للصحيان والنوم، يعني لو احنا في نص الأسبوع بنصحى الساعة 7 وبننام الساعة 10 أو 11، يبقى في الويك إند كمان هنصحى الساعة 7 وهننام الساعة 11. ده هيخلي الساعة البيولوجية للجسم تتعود على المواعيد دي، وبمجرد ما الساعة ما هتقرب على 10 أو 11 هتحس بالتعب وهتبتدي إن انت تنام. تاني حاجة إن إحنا نقلل من الكافيين والمنبهات. الكافيين هي مادة منبهة، يعني بتساعدنا إن إحنا نفوق ونصحصح ونركز في الحاجات اللي إحنا بنعملها. لو شربنا الكافيين مباشرة قبل ما ننام جسمنا هيبقى مصحصح، يعني مش هيبقى تعبان، مش هيبقى حاسس بالإرهاق ولا بالتعب. فعشان كده مهم جدا إن إحنا نقلل الكافيين من قبلها ب5 أو 6 ساعات، لأن كمان الكافيين بيحتاج وقت علشان إن هو يقل تأثيره في الجسم. كمان مهم جدًا إن إحنا نعمل روتين هادي قبل النوم، يعني مثلًا نقلل الإضاءة، نقلل من استخدام الموبايل قبلها بساعة، لو هنستخدمه نشغّل الموبايل على الnight mode علشان الإضاءة تبقى أقل، وده طبعًا مش هيبقى مرهق للمخ أو للعين. إن إحنا مثلًا ناخد دُش دافي قبل ما ننام، نقرأ قرآن، نسمع podcast بسيط هادي، نسمع موسيقى هادية، أو نقرا كذا صفحة في كتاب. مهم جدًا إن إحنا نخلّي مكان النوم آمن وهادي. يعني إيه مكان آمن وهادي؟ يعني إن هو مكان ما يكونش فيه ضغط ولا توتر، يعني السرير ما يكونش مكان للمذاكرة، ما يكونش مكان للشغل، يكون مكان للنوم وبس. طبعًا السرير لازم يكون مريح، الأوضة تبقى متهوية كويس، الأوضة ما تبقاش مثلًا حَر أوي وما تبقاش باردة أوي، إن إحنا الأوضة ما يبقاش فيها إضاءة قوية، إن ما يكونش في صوت عالي، إن إحنا نحاول إن المكان يكون مناسب ومُهيأ لحالة النوم. كمان لو أنت بتنام الضُهر، حاول إن أنت تخلّي وقت النوم من 20 ل30 دقيقة، وحاول كمان إن أنت ما تنامش بعد الساعة 16:00، لإن النوم الكتير في نُص اليوم هيخلّيك فايق ومش هتنام بسهولة بعد كده. كمان مهم جدًا إن إحنا نتجنب الأكل قبل النوم. كده لمّا بننام مش بس مخنا بيرتاح، لكن أجهزة جسمنا كمان بترتاح. لو أنت أكلت مباشرةً قبل النوم، المعدة هتفضل شغالة، لإن هي لازم تهضم الأكل، فده طبعًا هيستنفذ طاقتك وهيخلّيك طول الوقت مش مرتاح. كمان بقى الموضوع هيزيد أكتر لو الأكل اللي أنت أكلته دسم، لإن ده طبعًا ممكن بيسبب الحموضة، ممكن بيسبب انتفاخ، ممكن يوجع المعدة، وده طبعًا هيخلّيك تفوق وما تعرفش تنام كويس. مهم جدًا إن إحنا نتحرّك ونبذل مجهود في يومنا، يعني مش طول الوقت نفضل قاعدين في السرير أو قاعدين في مكاننا، لأ، إحنا نتحرّك، نعمل حاجة في البيت، نروح مشوار، نعمل حاجة بسيطة، ننزل نشتري حاجة من تحت. ده مش معناه إن إحنا نروح نشيل أوزان قبل النوم، لإن ده هيرهق الجسم مش هيهدّيه. لأ، إحنا نعمل حاجات بسيطة علشان الجسم يحس إن هو تعبان ويستعد للنوم. لو مش عارف تنام ما تغصبش نفسك على النوم، يعني لو أنت دلوقتي في السرير ونايم وبتحاول إن أنت تنام ومش عارف، جرّب إن أنت تركّز انتباهك وتفكيرك على نَفَسك، وحاول إن أنت تفصل عن كل المشاكل والأفكار اللي بتدور في دماغك. لو قعدت نُص ساعة وما فيش تغيير وما نمتش، جرّب إن أنت تقوم من مكانك، روح مثلًا الصالة. طبعًا الإضاءة تحافظ إن هي تكون خفيفة، إن هي ما تبقاش إضاءة قوية. طبعًا مش معناها إن إحنا نمسك الموبايل، لإن إضاءة الموبايل قوية وهتحفّز المُخ والعين. لأ، إحنا مثلًا نجرّب إن إحنا نقرا صفحتين في كتاب، إن إحنا نمسك ورقة وقلم ونكتب اللي إحنا بنفكّر فيه، أو إيه الحاجات اللي مخلّيانا دلوقتي مش عارفين إن إحنا ننام، ونجرّب بعدها إن إحنا ننام مرّة تانية. طيب إمتى يكون الموضوع محتاج لمتابعة مع حد متخصص؟ أول حاجة، لو جربت كل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا عنها وما فيش تغيير حقيقي حصل في جودة نومك، لو الأعراض دي مستمرة بقى لها أسابيع أو شهور، لو الأعراض دي بتأثر على حالتك النفسية، يعني مثلًا بتسبب مثلًا اكتئاب، توتر، قلق، تفكير زايد، لو بتأثر على قدرتك الذهنية، يعني ما بقيتش مركز، ردود أفعالك بقت صعبة، بقت عنيفة، بقيت مندفع.
لو مثلًا في مشاكل معيّنة مرتبطة بالنوم، يعني مثلًا زي الشخير أو انقطاع التنفس وقت النوم، يبقى لازم تتابع مع دكتور متخصص أو إن أنت تتابع مع طبيب نفسي علشان تشوف المشكلة هل هي نفسية والّا عضوية. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهارده، كانت معاكم نُهى موافي، باتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.